مرحبا شباب، هذا الفيديو تعليمي كيفية صنع السيت للأورج 2016 وأيضا شلون تسوي الإيقاع. يعني مثلا عندك دقة تريد تسحب الإيقاع من يمها، أكو شباب يسحبون الإيقاع ويضيفونه للأورج بس شنو يظل يخربط لو يخرج من البرنامج. أول شي الخطوات اللي راح نسويها شلون تسحب الصوت من السيت وتسحب الإيقاع، وأيضا تاخذ السيت وتسميه باسمك. أول خطوة تاخذ الصوت، مثلا أي صوت اللي يعجبك تريد تاخذه، هذا مثلا أي صوت يعجبك. تضغط ضغطة مطولة على هذني الأربعة، أي واحد تريده من أتن تضغط عليه ضغطة مطولة. هذن أيضا تقدر تاخذهن بس شنو لازم تضغط هنا ضغطة مطولة على أي واحد. أي صوت اللي يعجبك من هذني تقدر تسحبه، تضغط على هذا المربع، هاي العلامة اللي جاي أشر عليها اللي تشبه الرام، هذا تضغط أوكي. راح تلقى الصوت موجود بحافظة الأورج وأيضا بحافظة خاصة مال الأصوات. هذا الصوت اللي مكتوب ياماها 62، هسه الصوت موجود بالحافظة مال الأورج. ثاني خطوة مثلا تريد تسحب الإيقاع، هاي كلمة الليست. الإيقاع الثاني مثلا اللي مكتوب ربع لايف، هذا تريد تسحب هذا الإيقاع، أيضا تضغط ضغطة على هذا المربع اللي يشبه الرام، تضغط أوكي. الإيقاع راح تلقاه بحافظة الأورج اللي خاصة بالأصوات والإيقاعات. بس شنو من تدخل على حافظة الأورج تدخل على كلمة ستايل خاصة بالإيقاعات حتى تلقى الإيقاع موجود. هذا الخطوة الثالثة، مثلا تريد تسحب السيت، تريد تاخذه وتسميه باسمك. هاي العلامة أيضا اللي تشبه الرام اللي جاي أشر عليها، هاي العلامة تضغط عليها، اللي قبل الأخيرة اللي مكتوبة save as set، هاي اللي تخليك تاخذ السيت وتسميه باسمك. اللي قبل الأخيرة تضغط عليها، هذا تمسح، تظل تمسح حدك اللي جاي، حدك اللي هنا وتوقف، لا تمسح أي شي بعد. هذني عفوا لا تمسحهن، حدك اللي هنا لهذا الخط وتوقف، وتسمي السيت أي اسم يعجبك تسميه. مثلا أنا راح أسميه أي اسم، يعني حسين مثلا راح أسميه، سميته حسين. هذا السيت سميت حسين، تضغط تمت، هاي اللي جاي عشرة مكتوبة تمت الكتابة، تضغط أوكي، تنتظر ويه. هسه السيت صار بحافظة الأورج، أول ما تدخل على حافظة الأورج يطلع لك اسم السيت اللي سميته أنت. هسه نجي للإيقاع، شوية صعبة مال الإيقاع، لأن من تقصه وتضيفه للأورج أكو نوبات يطلع يخربط، لازم ترجع عليه مرة ثانية، شوية يتعب. رابط البرنامج هذا أسفل الفيديو، برنامج قص النغمات، خليته أسفل الفيديو. هذا البرنامج تدخل عليه الملفات هذني، أي مثلا أي إيقاع عندك تريد تقصه. أنا مثلا هسه أدور على إيقاع، مثلا هذا إيقاع الربع، هذا إيقاع الربع. تريد مثلا تقص هذا الإيقاع، شوية لازم تقرب بهاي حتى شوية يصير أوضح عندك قريب. شوف مثل بداية الإيقاع منين، هاي بدايته، بس أنت لازم شو تسوي، شوية تقدم. هسه هاي بدايته مو صح، شوفها هاي غلط. تدور على بداية الإيقاع منين، مثلا هسه أنا راح أدور على بداية الإيقاع شلون، يعني مثلا منين بدأ، هاي أيضا غلط. أدور على بداية، هاي بداية الإيقاع. من تقص الإيقاع خليه قد 2 4 ثواني، هذا حد الإيقاع خليه.
تابع الخطوة. أهم شي تشوف الإيقاع مثل منين بدايته وشون ينتهي. هاي نهايته، هو انتهى، خلص. انتبه وياي شلون راح أبدأ من بدايته ومن أوقفه النهاية مالته. انتهى، هذا الإيقاع نهايته. فلا أنا راح ما أخلي قد ثانية، راح أخليه قد ثانيتين. هاي نهاية الإيقاع. لازم بعد شوية. مثلا تريد تحفظ الإيقاع، تضغط على هاي المربع هذا اللي جاي أشر عليه. أول كلمة هاي الكلمة اللي جاي أشر عليها، تضغط على ميوزك. هاي تضغط سيف. من تضغط سيف وين تروح للملفات. هاي الملفات، تدخل على الملفات، وحدة تخزين الجهاز، الذاكرة مال الجهاز. تروح الحافظة اسمها ميديا، تدور على حافظة اسمها ميديا بالإنجليزي. هاي الحافظة تدخل عليها. أول كلمة هاي ميوزك، أول كلمة. هذا الإيقاع اللي قصيته راح أضيفه للأورج وأجرب. هذا الإيقاع اللي قصيته ثانيتين. هسه هذا الإيقاع اللي قصيته. خلي أضيفه وأجرب. تروح تضغط على هذا السهم أيضا، تروح للحافظة اللي قصيت بها الإيقاع اللي هي اسمها ميديا. الحافظة اللي قصينا بها الإيقاع، تدور على حافظة اسمها ميديا. هاي الحافظة، هاي الكلمة تضغط عليها. أول كلمة ميوزك، هذا الإيقاع الأول اللي قصيناه. هذا الإيقاع اللي قصيناه. هذا الإيقاع اللي قصيناه. أتمنى إن شاء الله تفتهمون هاي الطريقة، لأن شوية تصعب هاي مال قصة الإيقاع. إذا طلع يخربط عندك لازم ترجع لي من البداية. نجي للخطوة اللي بعدها اللي نسيت أقلكم بها، شلون تاخذ تسحب اللي بكلمة الباد، اللي هذني اللي يسمونهن أصوات بشرية. هذني تضغط ضغطة مطولة، اللي هاي مكتوبة استوب بالإنجليزي. هاي تضغط عليها ضغطة مطولة، تضغط على هذا المربع، هذا اللي جاي أشر عليه. أي واحد مثل يعجبك من هذا تريد تاخذه. أي واحد يعجبك. المهم تضغط على هذا المربع، هذني اللي مكتوب خشابة، اللي مكتوب هاي ميانة. مثلا تريد تسحب هذا، تضغط أوكي. أنا موجود عندي ساحبه فيطلع لي يس. أنت ما راح يطلع لك يس من تريد تسحبه. قبل تضغط أوكي تلقاه بحافظة الأورج. هسه لما نجي للملفات وللصوت اللي سحبناه والإيقاع بكلمة البال، وحدة تخزين الجهاز، حافظة الأورج، السيت اللي سحبته وكتبته اسمه حسين. هذا أول ما تدخل على حافظة الأورج راح تلقاه. هذا السيت أول ما تدخل على حافظة الأورج. اللي بكلمة الباد اللي مكتوب السحبنا اللي مكتوب ميانة، هذا تدخل على كلمة الباد. هذا أول واحد اللي سحبته أنا. الإيقاع اللي أيضا اللي سحبناه من الأورج، من السيت، هذا تدخل على كلمة الستايل مال الإيقاعات. هذا الإيقاع اللي خذيناه من السيت
اللي مكتوب ربع لايف. بالنسبة للصوت هاي الحافظة مال الأصوات، الصوت اللي سحبناه تدخل عليها، هذا اللي مكتوب ياماها 62 الصوت اللي سحبناه. طريقة كلش سهلة وبسيطة ما يراد لها شي. أتمنى الفيديو واضح للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.